فيلم رين اوف فاير. بتبدأ أحداث الفيلم في مدينة لندن. بنشوف كوين وهو بيزور والدته في مكان عملها. كوين بيكون رايح لها علشان مطلوب منه في المدرسة يسدد باقي المصاريف، بس والدته بتقول له إنها مش معاها المبلغ ده، فكوين بيقترح عليها إنها تطلب فلوس من والده بس بترفض. فبنفهم من كلامها ده إنهم منفصلين عن بعض. بيجي عامل بيطلب من والدة كوين إنها تروح معاه علشان عاوز يوريها حاجة، فبتروح مع العامل. وبنشوف عامل تاني بيدي كوين كشاف وبيطلب منه إنه يدخل في الحفرة لأن جسمه صغير علشان يعرف إيه اللي جوه. كوين بيدخل الحفرة فبتوصله لكهف كبير. فجأة بيلاقي نار جوه الكهف فبيتخض لما بيلاقي النار خارجه من تنين عايش في كهف. كوين بيقع على الارض فبيقوم بسرعه وبيخرج بره الحفره علشان يحذر والدته والعمال بانه شاف تنين ضخم مستخبي جوه الكهف. بس والدته لما بتشوف عينيه حمراء بتعرف انه نزل الحفره، تاخده علشان تغسل له عينيه بمطهر. في نفس الوقت بنشوف العمال وهم بيعاينوا الحفره اللي هم لقوها، فبيروح التنين حارقهم وبيخلص عليهم. النار بتنتشر في النفق كله، فوالده كوين بتاخده بسرعه للمصعد علشان يطلعوا بره النفق، بس مش بيلحقوا يهربوا فبيدمر التنين المصعد بيهم. والده كوين بتموت وبيفضل هو عايش وبيكون هو الوحيد اللي خرج من النفق. بنشوف بعد كده كوين لما كبر هو بيكتب ملاحظاته عن التنانين، فبيقول في مذكراته ان التنانين بتتولد بسرعه كبيره. وبنعرف كمان بان العلماء اكتشفوا ان التنانين هي اللي قضت على الديناصورات. وكمان بعد حادثه لندن في معركه قويه حصلت بين التنانين والبشر، وقتها اتدمرت الارض بسبب استخدام البشر الاسلحه النوويه، وده خلى البشر اللي فضلوا عايشين انهم يعيشوا في الملاجئ والاماكن المهجوره. كوين بيكتب في ملاحظاته انه بيتمنى ان البشر ينتصروا على التنانين لان الارض مش هينفع يعيش عليها البشر والتنانين، فلازم حد منهم يخلص على التاني. بنشوف كوين زعم على مجموعه من الانجليز اللي نجوا من حرب التنانين، وبتكون حياتهم صعبة بسبب قلة الموارد. حتى التطور والتكنولوجيا انتهى ورجعت الحياة تبقى بدائية تاني. كوين بيعرف من واحد اسمه ايدي بانه ناوي ياخد معاه كام راجل علشان يجمعوا المزروعات اللي هم زرعوها، بس كوين بيحاول يفهمه ان نص المحاصيل بتاعتهم مش جاهزة، وبيحذروا انهم مش معاهم بذور جديدة علشان يزرعوا من اول وجديد. بس ايدي بيقول له انهم لو استنوا لحد موسم الحصاد اللي جاي هيكونوا ماتوا من الجوع. فكوين بيفكروا بانهم لازم يكملوا الحفر مع بعض علشان يقدروا يقضوا على التنانين لان ده الامل الوحيد ليهم. فايدي بيرفض يكمل مع كوين، فكوين بيروح واخد مفاتيح العربيه علشان ايدي ما يركبهاش. بيدخل عليهم كريدي صاحب كوين فبيشتكي من اللي ايدي ناوي يعمله. كريدي بينصحه هو كمان وبيقول له بان اللي هو ناوي يعمله هيعرض حياتهم كلهم للخطر. بنشوف بعد كده كوين وكريدي وهم بيقدموا عرض مسرحي للاطفال. فبعد المسرحيه كوين بيفكر الاطفال بانهم لازم يفضلوا يراقبوا السما كويس علشان لو شافوا تنين طاير فوقيهم يقدروا يهربوا بسرعه ويستخبوا في الملاجئ. بنشوف بعد كده ايدي ومعاه ناس وهم بياكلوا الزرع اللي موجود في المزرعه. بعد اللي حصل ده الحارس اللي واقف على البرج بيبص بالمنظار بتاعه في السماء فبيشوف تنين طاير، فبيضرب على طول الانذار علشان ينبه الكل. كوين بيصحى فجأة من نومه على صوت الانذار وبيبدأ يجمع الاطفال والستات وباقي الناس علشان يدخلهم الملاجئ قبل ما التنين يهجم عليهم. بعدها كوين بيعرف اللي ايدي ورجالته عملوه في المحاصيل الزراعيه فبيتضايق جدا. بنرجع تاني لايدي ورجالته وبيكونوا لسه عمالين يسرقوا في المحاصيل. بيتفاجئ واحد منهم بالتنين بيهجم عليه، فبيجري الراجل بسرعه علشان يهرب من التنين، بس التنين بيكون اسرع منه وبيحرق المحصول كله وبياكله. ايدي لما بيشوف الحرائق دي بيقلق على مراته وابنه فبيدور عليهم، بس التنين بيروح محاصره هو ورجالته بالنار وبيحرق لهم العربيه اللي المفروض يهربوا بيها. بيحاول يدور على طريقه تانية يهربوا بيها، بس التنين بيفضل يحرق في المحاصيل اللي حواليهم علشان يحاصرهم جوه النار. فجاه بيشوف كوين داخل من وسط النار وهو لابس بدله مضاده للحرايق ومعاه عربيات مصفعه وفيها خزانات ميه علشان يطفوا الحرايق. فبياخد ايده واللي معاه على العربيات علشان يهربوا. بيمشوا بالعربيات بعد كده بس التنين بيقطع عليهم الطريق وبيحرق واحد منهم وبيموت، بس بيقدر كوين والباقيين يهربوا من التنين. بعد كده بنشوف كوين بيكون قاعد مع كريدي وبيتكلموا عن اللي حصل، فبيجي لهم خبر من عامل اللاسلكي انه سمع اصوات على الجهاز الراديو قريبه منهم. فالحارس بيبص من المنظار على الطريق بيلاقي دبابات بتقرب من القلعه فبيروح ضرب الانذار. كوين وجماعته بيسمعوا صوت الانذار فبيبداوا يجهزوا نفسهم وبيجهزوا السلاح، كل واحد بياخد مكانه. فبيلاقوا الدبابات وقفت قدامهم فبيخرج شخص من دبابه اسمه دينتون وبيسالهم مين الرئيس. فبيخرج كوين بيشوفوا عايز ايه. دينتون بيقول له على اسمه وبيقول له انهم جماعه امريكان. فدينتون بيطلب من كوين انهم يستضيفوهم عندهم علشان يرتاحوا ويكون كمان ظبطوا اسلحتهم. فكوين بيرفض، بس دينتون بيروح مخرج من جيبه ناب تنين وبيحكي له ازاي قدر انه يصطاد التنين. فكوين بيسمع كلام من دينتون عن صيد التنانين فبيقرر يساعده وبيستضيفه هو وجماعته، فبيديله ناب التنين يحتفظ بيه. كريدي بيكون عنده رأي تاني وبيقول لكوين انه مش مرتاح لدينتون، بس كوين بيطمنه بانه هيكون مركز معاه. بعدها بتظهر طياره وبينزل منها بنت اسمها أليكس. دينتون بيعرفها على كوين وكريدي وبيقول لهم بان أليكس تبقى الطياره بتاعتهم. بيعرفوا من أليكس بانهم بيستخدموا الطياره في مواجهه التنين، بس كريدي بيتريق عليها فبتتضايق منهم وبتسيبهم وبتمشي. كوين بيقول لكريدي بانهم لازم يخلوا الاطفال في الملجأ مده اطول علشان هو حاسس بان في خطر بيقرب منهم. بنشوف بعد كده أليكس وكوين
فبيسالها وبيقول لها الامريكان عايزين ايه، فبترد عليه اليكس وبتقول له اسال دينتون لان ما عنديش اجابه. في نفس الوقت حارس البرج بيكتشف بالمنظار تنين طاير في السماء وبيقرب عليهم، وكالعاده بيروح ضارب الانذار، فالكل بيبدا يجهز نفسه وبيجهز السلاح. فدينتون كمان بيشارك معاهم وبيدي التعليمات لرجالته انهم يجهزوا الاسلحه الخاصه بتاعتهم علشان يصطادوا التنين. اليكس كمان بتجهز الطياره بتاعتها وبتطلع بيها، بس لازم رجاله دينتون يزرعوا 3 اجهزه في الارض علشان الاجهزه دي اللي هيقدروا يعرفوا بيها حركه التنين ويوجهوا بيها اليكس علشان تعرف مكانه وتصطاده. 2 من رجاله دينتون بيزرعوا جهازين بس الثالث بيفشل، فدينتون بيطلب من اليكس تطير على ارتفاع 5000 قدم، وبيقول لرجالته اللي راكبين مع اليكس انهم يستعدوا. فجاه بيظهر التنين قدام الطياره، وبسبب كثافه الغيوم بيختفي من على شاشه الطياره، وده بسبب ان الجهاز الثالث لسه ما اشتغلش. كوين بيسمع الكلام ده في الراديو، فبيقرر انه ياخد الجهاز الثالث ويروح هو يزرعه، وفعلا بيعمل كده. فبتقدر اليكس ترصد حركات التنين لان الاجهزه الثلاثه اشتغلوا. التنين بيروح هاجم على الطياره، فالثلاثه اللي راكبين مع اليكس بينطوا من الطياره ببدل مجهزه بتخليهم يطيروا في الهواء، فبيحاولوا يستدرجوا التنين لحد دينتون. فرجاله دينتون بيضربوا شباك على التنين علشان يصطادوه، بس التنين بيروح حارق الرجاله اللي طايرين وبيموتهم. كوين بعدها بيتصل بدينتون وبيقول له بان التنين قضى على رجالته، فبيتفقوا سوا على خطه يسحبوا بيها التنين لحد السلاح القوي بتاع دينتون واللي بيكون عباره عن رمح حاد. فكوين بيركب حصان وبيفضل يجري عشان يسحب وراها التنين لحد ما التنين بيبقى في وضع مواجهه مباشره مع سلاح دينتون، فبيروح ضارب الرمح فبيقع التنين على الارض وبيموت. جماعه كوين ودينتون بيحتفلوا بانتصارهم على التنين، بس دينتون بيرفض يحتفل زيهم لانه مش مبسوط علشان رجالته ماتوا. تاني يوم الصبح كوين بيسال دينتون هم عايزين يروحوا لندن ليه، فدينتون بيدي اليكس ناب التنين اللي قتله وبيخليها هي اللي تجاوب. فبتقول له بان التنين اللي قتله دينتون كان انثى، وانهم قتلوا لحد دلوقتي 200 تنين وكلهم اناث. اليكس بتقول له كمان بان تخصيب البيض عند التنانين بيشبه تخصيب السمك للبيض، لان كل انثى بتبيض وبيكون في تنين ذكر هو اللي بيخصب البيض ده، فاحنا لازم نقتل الذكر علشان نقضي على السلاله كلها، لان كل اللي بنعمله ده مضيعه للوقت. فدينتون بيقول له احنا رايحين لندن علشان نصطاد التنين الذكر ده، وعلشان كده محتاجين رجاله من عندك علشان يساعدونا، خصوصا ان في 3 من رجالتي ماتوا. كوين بيرفض طلب دينتون وبيبرر رفضه ده وبيقول له ان هو مسؤول عن حمايه الناس دي وانه ما ينفعش يعرض حياتهم للخطر. دينتون بيقول له انت كده مش بتحمي شعبك وبيسيبه وبيمشي. اليكس بتسال كوين عن القصه اللي حصلت له مع التنين وهو صغير، فكوين بيحكي لها الحكايه كلها وبيقول لها بان التنين وقتها قتل والدته في نفق في لندن. اليكس بتقول له بان هي شافت التنين اللي قتل والدته وبتاكد له بان ده كان التنين الذكر اللي بيدوروا عليه. بيدخل مساعد كوين وبيقاطعهم وبيقول لكوين تعالى بسرعه في مشكله بتحصل. كوين بيروح معاه بسرعه وبيلاقي دينتون مجمع شعب كوين وبيقول لهم انه محتاج منهم متطوعين ورجاله يساعدوه في انهم يخلصوا على التنين الذكر. فكوين بيتضايق من اللي دينتون بيعمله فبيروح ضربه، فبيحصل بينهم خناقه وبيضربوا بعض، فالرجاله بتتدخل عشان تفضي المعركه اللي بينهم. بعد الخناقه بيتفاجئ كوين بان الشاب الصغير اللي هو متبنيه عاوز ينضم لدينتون علشان يروح معاه لندن ويصطادوا التنين الذكر. فكوين بيحاول يمنعه بس الشاب الصغير ده بيصمم يروح معاه وبيقول له بانه لازم هم يدوروا بنفسهم على التنين الذكر والا بكده بيكونوا بيضيعوا وقتهم. فكوين مش بيعرف يقنعه فبيضطر يسيبه يروح، فبياخد منه وعد بانه يخلي باله على نفسه. بعدها دينتون بيكون جمع المتطوعين اللي محتاجهم وبياخدوا بعضهم وبيروحوا على لندن. كوين بيروح للمكان اللي هم زارعين فيه محاصيلهم وبيفضل يدور على اي مزروعات سليمه ما يكونش التنين حرقها علشان يعرف ياكل شعبه. فبيظهر لكوين الشاب اللي متبنيه وبيقول له بانه اسف انه كان رايح مكان هو مش راضي عنه وبيقرر يستنى مع كوين. بنشوف كوين بعد كده هو بيعاين جثه التنين اللي دينتون اصطاده وبيخرج من جواها البيضه بتاعته. بنرجع تاني لدينتون وبيكون بيواجه مشكله هو ورجالته في الطريق السريع اللي بيوصل للندن، لان بيكون الطريق فيه مشكله فبيطلب من اليكس تلاقي طريق تاني بالطياره. فبيظهر لهم التنين الذكر. دينتون بيأمر رجالته يستعدوا بس للاسف الاسلحه اللي معاهم مش هتجيب نتيجه مع التنين ده، فالتنين بيهجم عليهم فبيضطر دينتون يستخبى تحت عربيه وبيفضل التنين يحرق كل رجاله دينتون. بترجع لهم اليكس بالطياره فبتلاقي الدنيا كلها اتدمرت ومش فاضل غير دينتون، فبيلاقوا شخص وسط الحريق لسه عايش، فبيقرر دينتون واليكس ياخدوه معاهم لكوين علشان يعالجوه، بس التنين بيسبقهم على هناك وبيبدا يحرق في قلعه كوين. كريدي لما بيشوف كده فبيحاول انه يخبي الاطفال والستات في الملجأ. كوين بعدها بيشوف التنين اللي ذكر فبينخض من حجمه الكبير وبيفضل يجري علشان ينقذ جماعته وبيحضر رشاشات الميه اللي مركبينها في كل مكان علشان يطفوا بقى الحرايق اللي التنين اتسبب فيها. كريدي بيكون طالع فوق برج القلعه فالتنين بيحرقه فبيزعل كوين جدا عليه لانه صديقه. بعدها كوين بينزل يقعد مع وسط جماعته. تاني يوم دينتون بيجمع كل الاسلحه اللي معاهم فبيقرر كوين انه ينضم ليهم، فبينطلق مع دينتون ورجالته علشان يدوروا على التنين الذكر. بيركب كوين ودينتون مع اليكس الطياره وبيطيروا على لندن.
فبيوصلوا لندن وبيلاقوا التنين الذكر وهو بياكل تنين تاني. بعدها بينزلوا تحت الارض في انفاق وبيتفقوا على خطه ينفذوها كويس. بيطلعوا فوق تاني وكل واحد فيهم بياخد مكانه علشان ينفذوا ضربات في اماكن مختلفه في جسم التنين. بيجري التنين ورا اليكس، فبيروح دينتون رامي سهم متفجر عليه فبيصيب التنين، بس بيقدر يفلت منهم برضه. التنين غضبه بيزيد فبيهجم تاني عليهم. بيروح دينتون طاير ومعاه فاس في ايده ولسه هيضرب على راس التنين، بس التنين بيبلعه قبل ما يعمل اي حاجه. فبياخد كوين اليكس وبيجروا من غضب التنين. كوين بيلاقي سهم متفجر مرمي جنب عربيه كان واقع منه فبيجهزه، وفي نفس الوقت اليكس بتحاول انها تشغل التنين علشان تدي فرصه لكوين انه يخلص عليه. كوين بيضرب السهم المتفجر على التنين فبيدخل جوه بقه وبينفجر التنين. بيمر 3 شهور على قتلهم للتنين الذكر، وفي ال3 شهور دول مفيش اي تنين جديد ظهر، وده يعتبر انجاز ليهم. بنلاقي كوين واليكس وباقي الناس اللي لسه عايشين هما بيبنوا مكان جديد ليهم علشان يستقروا فيه، وبيجهزوا بابراج لاسلكي جديده. الشاب الصغير اللي كوين مربيه بيقول له بانهم لقطوا اشاره من ناس عايشين وعايزين يتواصلوا معاهم، فبيعرفوا ان لسه في ناس عايشين. وبيخلص فيلمنا. بس يا سيدي وبينتهي فيلمنا. ما تنساش تدعمنا وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.